حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. عجبا لأمر الناس في هذا الوقت، إذا لم تفعل ما يريدون أصبحت لا تعجبهم. نحن لا نحتاج مزيد من المعارف ولا مزيد من الكلام، كل ما نحتاجه هو قليل من القلوب الصادقة. فقد يبدع الإنسان في انتقاد الآخرين ولكنه أعمى عن سلبياته. أصعب شيء في الحياة أن تجد نفسك مجبر على تجاهل أشخاص كانوا في السابق أجمل اهتماماتك. هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من كان حضوره في حياتك علامة فارغة. كلما عاشرت الناس ازددت يقينا أن الأخلاق مثل الأرزاق تماما. البعض إذا وجد من يسعد اليوم نسى من أسعده بالأمس. ما يضيع العلاقات الجميلة بين البشر هو الفهم الخطأ وامتزاجه بالكبرياء. إياك أن تؤذي نفسك بالصبر على علاقات كثيرة الشدة وكثيرة الاستفزاز، كثيرة الوجع، مليئة بسوء الظن. تعيش عمرك كله تلجأ للتبرير وإثبات براءتك. العلاقات لم تخلق إلا من أجل أن نسعد بعضنا البعض. من يؤذيك ابتعد عنه. البيئة التي تزعجك غيرها. لا تشارك الحوارات السلبية والنقاشات الحادة. لا تفكر في الماضي، خطط بإيجابية في الغد. من يجرحك اجعل بينك وبينه مسافة كافية ولا تكسر الاحتكاك به. قول لي في التعليقات أي حكمة أعجبتك، وما تنساش لايك وشير لو بتحب الخير.